بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فحديث اليوم كما يظهر من العنوان لافت للانتباه، وهو خطورة الحبيب علي الجفري. هو رجل خطير جدا، أقولها صراحة، وأكثر من تلمس خطره الوهابية والشيعة، أكثر من تلمس وعرفوا خطورة هذا الرجل، وسأبين هذا. هل هذا يعني أني أوافق فضيلة الشيخ علي الجفري في كل ما قال؟ لا أبدا، ولي انتقادات واضحة ظاهرة، وهو يعلم هذا، مع حفظ الود والاحترام والاختلاف في الرأي الذي لا يفسد للود قضيته. ما خطورته على الشيعة؟ أنه رجل من العترة النبوية، داعية إلى السنة المحمدية. فحينما يأتي الشيعة يبحثون عن الشعور الديني الموجود في الأمة تجاه آل البيت الكرام، ويستغلون مظلومية آل البيت التي حصلت مع الأسف الشديد من طغاة بني أمية، يستغلونها ليبنوا عليها وينشروا التشيع في الأمة الإسلامية. سيجدون رجلا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام على رأسه عمامة يرويها بالإسناد إلى أن يصل إلى سيدنا علي بن أبي طالب، وهذا أمر لا تجده في الشيعة. إذا كان العمامة وهي من الشكل، فكيف بالمضمون؟ هذا رجل يحطم على الشيعة آمالهم. سيجد أهل السنة والجماعة رجلا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام داعية إلى السنة المحمدية، شأنه شأن كثير من السادة الأدارسة، من السادة آل باع علوي، من السادة القادرية، من السادة الرفاعية، من السادة النقشبندية، كلها أسر، هذه أسر من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها متمسك أهل السنة والجماعة الذي أخذوه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة آل بيتي. فالكتاب قد رويناه وفهمناه وحفظناه عن طريق هذه الجماعة، وكذلك العترة النبوية بيننا، فنحن قد تمسكنا بالكتاب والعترة. فحينما يأتي الوهابي ليتاجر بهذا، أو الشيعي حينما يأتي ليتاجر بهذا، سيجد الطريق مغلقا عليه. فهذا رجل من أولاد علي بن أبي طالب وأمه الزهراء، ويعظم أبا بكر وعمر وعثمان ويترضى عليهم، فهذا يؤذي الشيعة جدا ويغلق عليهم الطريق، طريق الدعوة. وطالما حاولوا جذب أمثال هؤلاء الناس، لا أعلم، ليس عندي علم، هل حاولوا الاقتراب من الشيخ علي الجفري؟ لابد لكن هذه طريقتهم، وأن يجروه إلى صفهم بكل الوسائل المتاحة. أنا لا أعلم هل حصل شيء من هذا، لكن يعني أكاد أجزم من عندي هكذا تحليلا، لأني أعرف طريقة الشيعة. هذه خطورته على الشيعة. خطورته على الوهابية ما هي؟ الوهابية حينما ظهرت الإعلام وحصل ثورة الفضائيات، وتحديدا بعد سنة 97 98، ثم حصل الانفجار الكبير بعد ذلك تقريبا إلى سنة 2000 2010 ربما، حتى قبيل ما يسمى الربيع العربي. الوهابية قد انتشروا انتشارا كبيرا، يلخصون الدين بطريقة سهلة، الفضائيات مفتوحة أمامهم، وكلهم ليس عالما،
كل الوهابية المشاهير الذين اشتهروا وانتشروا في الآفاق ليس فيهم واحد عالم. محمد حسان وحسين يعقوب وأبو إسحاق الحويني والآخر إيش اسمه هذا العريفي، وجوه إعلامية وقنوات فضائية، منصات مفتوحة، وترويج عظيم لهؤلاء الناس ووصف لهؤلاء الناس بأنهم أئمة ومحدثون ودعاة وكذا وكذا. وطريقتهم الأولى والأخيرة التبجح بالسنة النبوية، يعني التبجح في اللغة هو الإعلان، يعني أنا من أهل السنة وأنا عالم بالسنة، يأتي بعدة أحاديث توافق هواه ويترك غيرها. والأمر الآخر الموعظة والرقائق التي تجذب عامة الناس، إضافة إلى المظهر لحية طويلة وثوب قصير. فحينما يجدون الشيخ علي الجفري وهو متمرس في هذا الباب مع العلم الصحيح، وأخذ عن كبار العلماء، وهو متمسك بالخط العام لعلماء الإسلام لأهل السنة والجماعة في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي، إضافة إلى أنه داعية وداعية صادق مؤثر، كلمته في الناس تخرج من اللسان فتدخل إلى الجنان وليس إلى الآذان فقط. انجذب الناس إليه. الآن صار بديل، نحن نرد على الوهابية ولا نقدم للناس بديلا، صار عندنا بديل، وهذا البديل من أهل السنة والجماعة ومن آل الدوحة والعترة النبوية. إذن ارتعب الوهابية جدا، فأصدر صالح الفوزان فتوى بأن علي الجفري أشد كفرا من أبي جهل أو أبي لهب. هذه طريقة الوهابية، إرهاب شديد جدا حتى يبتعد الناس. طيب كيف؟ ما الذي حصل منه؟ لا يستطيعون البيان. ما الذي حصل؟ لماذا فعل علي الجفري حتى يكون أشد كفرا من أبي جهل وأبي لهب؟ تجد تمسك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قاله للأعمى. تصور أن من يتمسك بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام يرفضه ابن تيمية ويرفضه الوهابية يكون أشد كفرا من أبي جهل وأبي لهب. فإذا هذه طريقة الوهابية. إذن الشيعة ارتعبوا من الشيخ علي الجفري لما قلت لكم، والوهابية ارتعبوا منه لأنه حطم أوهامهم وأصنامهم، وهو داعية يتكلم بعلم وعنده حال مؤثر. قلت ولا أزال أقول وأكرر 1000 مرة أن هذا ليس معناه أني أوافق الشيخ علي الجفري في كل ما قال. نعم أوافقه في كل ما قال مما نقله عن السادة الشافعي أجداده وآبائه، صحيح، أوافقه في كل ما قال في هذا، أوافقه في كل ما قال فيما نقله عن الإمام الأشعري، أوافقه في طريق السادة الصوفية. أما الاجتهادات الشخصية ووجهات النظر الدعوية هذه مسألة قابلة للأخذ والرد، نقبل أو لا نقبل. ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هجم على الشيخ علي الجفري بعض الناس من أهل السنة والجماعة، ما حجتهم؟ الحسد. إي والله الحسد. لماذا؟ كيف الله تعالى يكتب له القبول؟ دخل مدينة كبيرة لا أريد أن أذكر اسمها الآن لأنها تثير حساسيات، ويوجد شيخ من شيوخها كبير السن جاوز 70 أو 80. فحينما جاء علي الجفري الشيخ علي الجفري هجم الناس على الشيخ علي الجفري وتركوا ذلك الشيخ كبير السن حتى يعني كاد يسقط، فأخذته العزة بالإثم وصار يطعن فيه في كل مجلس ويقدم لمن يشتمه. والسر في هذا أمر نفسي ليس قضية علمية، غاية ما في الأمر أنه أخذ أتباعه، وهذه النفوس البشرية حتى في العلماء موجودة. وقالوا آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة. محمد بن يحيى الذهلي كبير المحدثين في عصره دعا محمد بن إسماعيل البخاري، دعاه، هو الذي دعاه، فأتى به إلى بلده
وبعد أن روج له، وهو البخاري آية من آيات الله في الحديث، اجتمع الناس على محمد بن إسماعيل البخاري وأحبوه، والكل روى عنه آلاف الخلق. الشيخ محمد بن يحيى على جلالة قدره وهو من شيوخ البخاري، نعم من شيوخ البخاري ومن شيوخ مسلم، انفضوا عنه. هذا حرك عنده النفس، فتكلم في البخاري واتهمه بخلق القرآن، وصارت قصة طويلة عريضة بينهما. إذن هناك هذا في وسط أهل السنة والجماعة، في أعلام أهل السنة والجماعة، ولذلك قالوا أخبار الأقران هذه تطوى ولا تروى، لكن أقولها الآن في مجلس علم وإن كان مفتوحا. قالوا جرح المتعاصرين أو الأقران لا يقبل من أجل هذه النوازع النفسية. فكيف بفرقة بنت ما بنت ودفعت أكثر من 70 مليار دولار إلى غاية ظهور الشيخ علي الجفري، يأتي واحد من دعاة أهل السنة والجماعة مثل عصا سيدنا موسى تلقف ما يأفكون، كل ما أفكه كل إفك الوهابية والشيعة يأكله ويقضي عليه واحد، لأنه من أهل السنة والجماعة ومن آل البيت الكرام. بعض إخواننا الذين لهم مواقف علمية من الشيخ علي الجفري، ماشي، رد عليه وأنا أرد عليه، ورددت عليه ورد علي أنا ذاك قديما في فيسبوك، لا يوجد مشكلة، ولكن مع حفظ الود والاحترام الشديد. وبعدين يعني واحد أخطأ في مسألة مسألتين ثلاث في وجهة نظرنا، وأصاب في آلاف المسائل، أشياء مغمورة في بحر حسناته. هذه خطورة الحبيب علي الجفري حفظه الله تعالى في لطف وعافية، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.